طيف البشائر لا يغيب بحياتنا منذ القدم، من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم، إحساسها الأزكى قريب للروح من أبهى القيم، والشوق باللقيا يطيب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثتكم في حلقة ماضية عن خلق عظيم هو من أكبر أسباب سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة، ومن أكبر أسباب محبة الله عز وجل له، وكذلك طرح محبته وقبوله عند الخلق، ألا وهو سلامة الصدر، التي هي أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات، وهي سبب النجاة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجعلها الله عز وجل أيضا من أعظم نعيم الجنة، فقال عز وجل: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اليوم حديثي عن آفة من أعظم آفات القلوب، وهي التي تكدر سلامة الصدر وتجلب صاحبها الهموم والغموم وتبغضه عند الله عز وجل وعند الناس، وأيضا تنقص إيمانه وتضعف يقينه وتزيل أو تضعف وتحبط أجور حسناته وطاعاته، ألا وهو الحسد. هذه الآفة الذميمة التي ابتلي بها كثير من الخلق. إذا كانت الخمرة أيها الأحبة كما قال عثمان رضي الله عنه هي أم الخبائث، فإن الحسد هو أبو الخبائث وسيد الكبائر، لأنه داع إلى كل شر وحامل على كل جريمة ومنكر. فكم وقع بسببه من الموبقات العظائم ومن المنكرات والجرائم، وكم هدمت بسببه من بيوت وكدرت من نفوس ووقعت من مظالم وجرائم. فالحسد قد يحمل على الكفر، كما حصل لإبليس حين حسد آدم عليه السلام فعصى ربه وأبى والعياذ بالله، وكفر بالله وصار قوادا لكل مجرم إلى قيام الساعة، ثم حسد ذريته من بعده. ولهذا إذا رأى من يسجد من بني آدم بكى حزنا وأسفا أنه أمر بالسجود فسجد وهو أمر بالسجود فأبى. هو الذي يحمل أيضا على الغيبة وعلى النميمة وعلى الطعن في أعراض الناس والولوغ في حرماتهم وأكل لحومهم بالباطل، بل يحمل على الكذب والبهتان واختلاق الأكاذيب والتهم الباطلة على عباد الله عز وجل لأجل الحط من قدرهم وتشويه سمعتهم بالباطل. هو الذي يحمل أيضا على إفساد الأموال والممتلكات، قد يحمل أيضا في أحيان كثيرة على ارتكاب السحر والكفر والعياذ بالله، حتى يضر بهذا المحسود ويؤذيه أو يحرمه ما هو فيه من نعمة من أهل أو مال أو مكانة أو علم أو جاه أو غير ذلك. إذن الحسد أيها الأحبة إذا ابتلي به العبد ساقه والعياذ بالله وجره إلى منكرات عظام وموبقات جسام ربما لم يكن يتوقع أنه يمكن أن يفعلها لولا ما ابتلي به من الحسد. وكم ابتلي بهذا الداء العضال أناس من ذوي المكانة وبيوت رفيعة الشأن رفيعة العماد وكرام من أسر كريمة معروفة، ولا أدل على ذلك مما حصل بين يوسف وإخوته عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يوسف قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أكرم الناس
قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سبحان الله، يعني سلسلة من ذهب، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا البيت الكريم العظيم سلالة الأنبياء ابتلوا بهذه الآفة فشتت الله شمل هذه الأسرة، وحصل فيها من الظلم والإجرام ومن الآلام والبلايا والمصائب ما تقرؤونه في سورة يوسف، حصل للأبوين وللأولاد أيضا، كل ذلك بسبب الحسد. أيضا نحن نقرأ في القرآن قصة قابيل مع أخيه هابيل، حيث تحركت عوامل الحسد في نفس قابيل ضد أخيه هابيل الذي كان أتقى وأصلح منه، وتقبل الله عز وجل منه قربانه ولم يتقبل من أخيه. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. بدل أن يتقي الله عز وجل وينافس أخاه في التقوى والقرب من الله عز وجل، أراد أن يقتل أخاه لأنه أفضل منه وأكمل، ولأن الله عز وجل أيضا زوجه امرأة هي أحسن منه، نسأل الله العافية. وكان سنة الله عز وجل في أولاد بني آدم أن صاحب البطن الثاني يتزوج البنت من صاحب البطن الأول، وصاحب البطن الأول يتزوج البنت من البطن الثاني. هذا في بداية الأمر، سبحان الله العظيم. فحسده على هذه النعم، قال الله عز وجل فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نعم، لأنه والعياذ بالله أحبط دينه وأتلف إيمانه وطاعاته، ولأنه عق أباه وقطع رحمه وارتكب القتل العمد العدوان، نسأل الله العافية، وصار إماما لكل قاتل بغير حق. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني نصيب منها، وقيل ضعفها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. ولهذا يقول العلماء الحسد أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. أما الحسد الذي كان في السماء فهو حسد إبليس لآدم، وأما الحسد الذي كان في الأرض فهو حسد قابيل لأخيه هابيل. والله عز وجل بين أن الحسد اعتراض على الله عز وجل في حكمه وقسمه بين عباده، فقال عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يقول لو أن هؤلاء الخلق يملكون من خزائن الله عز وجل ومن ملكه هذه الخزائن التي لا تنفد ولا تغيضها نفقة، قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. انظر بخل الإنسان وشحه، حتى النقير وهو المقدار شق النواة الشق الذي في ظهر النواة لا يساوي شيئا، حتى ولا يسقي من عطش ولا يشبع من جوع، حتى هذا يبخلون به على بعضهم. فأنتم إذن أيها البشر لا تملكون شيئا من أمر الله ولا من خزائنه ولا من نعمه وفضله، لماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، كما قال في آية أخرى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذه طبيعة الإنسان، البخل والشح. ثم يقول عز وجل منكرا عليهم بخلهم وشحهم وحسدهم لعباد الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه الآيات نزلت في ذم اليهود الذين حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما آتاهم من النبوة، وكانوا ينتظرون أن يكون أفضل الأنبياء وخاتمهم أن يكون من بني إسرائيل وليس من العرب، ثم حسدوا العرب أن أفضل الأنبياء وخاتمهم جاء من العرب وليس من بني إسرائيل. فالله ينكر عليهم هذا، أم يحسدون الناس أي المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي قول عز وجل على ما آتاهم الله من فضله بيان لحقيقة الحسد، وأنه اعتراض على قسم الله عز وجل بين عباده، فهو يتهم الله بعدم العلم والحكمة حيث أعطى من لا يستحق العطاء، وهو أيضا يعارض الله في محبوباته ومكروهاته، فالله يحب أن يعطي عبده فأعطاه وهو يكره ذلك، والله عز وجل يكره زوال النعمة هذه النعمة عن العبد، وهذا الإنسان يتمنى زوالها عنه ويحب ذلك، ولذلك هو محاد لله عز وجل ومؤذن لعباد الله،
وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيف البشر هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. منذ القدم من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم، والشوق باللقيا يطيب نسمو إلى هام القمم.